الصلوات الخمس في أوقاتها التي نعرفها. صلاة الفجر، فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها كل كافر من دون الله. فما من مؤمن يصلي صلاة الفجر 40 يوما في جماعة إلا أعطاه الله براءتين، براءة من النار وبراءة النفاق. صلاة الظهر، فإنها الساعة التي تسعر فيها جهنم، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم يوم القيامة. صلاة العصر، فإنها الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام فيها من الشجرة، فما مؤمن يصلي هذا الصلاة إلا خرج عن ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم تلا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة المغرب، فإنها الساعة التي تاب فيها الله تعالى على آدم عليه السلام، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. صلاة العشاء، فإن للقبر ظلمة ويوم القيامة ظلمة، فما من مؤمن مشى في ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عليه وقود النار.